السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رغم فرحة النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي بفوز الأهلي بالسوبر المصري على حساب الزمالك بضربات الجزاء، إلا إن محمد عبد المنعم في آخر مباراتين بقميص نيس الفرنسي عمل أداء عظيم جدا وكان أساسي في المباراتين. واضح إن الانسجام وبدأ ياخد الثقة في خلال المباراتين. يمكن المباراة التانية كمان كانت في الدوري الأوروبي، إن هو لأول مرة يلعب في أوروبا. الدقائق لعب 180، لمس الكرة 175، تمريرات صحيحة 131، تمريرات طولية صحيحة 8، فوز بالالتحامات 11، قطع الكرة 5، تشتيت ناجح 7، تدخلات ناجحة 3، الحصول على أخطاء 2، ارتكاب أخطاء 1، مراوغات صحيحة 2، تمت مراوغاته 0. معنى كده إن أرقامه فيها تقدم، ومحمد عبد المنعم لعيب من اللعيبة اللي بتطور من نفسها وعايزة تعمل حاجة. يمكن مركزه مش مساعده، عشان طبعا المدافع بيبقى عليه ضغط أكتر من المهاجم. المهاجم لو ما جابش جوان عادي، مش هيقولوا ان هو يعني وحش او كده، ممكن يقول لك ما عملش حاجه لكن مش هيتهاجم قوي يعني. لكن المدافع بيبقى عليه ضغط، فلو اتراوغ، لو جه اهداف، لو فرقته اتغلبت، اي حاجه هيتحملها لانه في موقف دايما دفاعي. ارقام عبد المنعم بتوضح ان هو بدأ ياخد الثقة، وكمان المدير الفني بدأ يعتمد عليه عشان يلعب فيه لأول مرة، أول مرة يلعب فيها محمد عبد المنعم في بطولة أوروبا. طبعا كان في حملات وتشكيك من بعض الناس اللي هي ممكن تكون بتقلل من منعم عشان هو أهلاوي. أكيد طبعا انتمائهم مش أهلاوي، فعشان كده بيقللوا منه. وكانوا بيتريقوا عليه ان هو قاعد على الدكة، وانه مش قادر مجرد الاحتراف الخارجي ومش هيقدر يعمل حاجة والكلام ده كله. عموما الكلام ده كده كده مدربه طلع اثنى عليه وقال ان هو بيشكر المدير الرياضي على التعاقد مع عبد المنعم، وقال ان امكانياته كبيرة، بس هو لسه ما انسجمش وجالنا متأخر فما حضرش فترة الاعداد، فبالتالي الموضوع محتاج وقت شوية. بس ده الكلام ده قاله تقريبا من حوالي 3 مطوشة كده ولا حاجة، كان بره الأساسيين وما ما لعبش يعني. فبالتالي هو كان سأل ورد الرد ده. وفعلا بعد كده عبد المنعم في آخر ماتشين في الدوري الفرنسي وفي الأوروبا ليج لعب أساسي طوال 90 دقيقة، وكان أفضل لعيب في فريقه والأعلى تقييما بين زملائه. يمكن المباراة بتاعت امبارح كمان كان تقييمه فوق ال8. عبد المنعم مدافع بصيغة مهاجم، لأن هو فعلا مركزه الرئيسي كان مهاجم، فعنده حتة الباص كويس جدا، عينيه كويسة جدا. الأهلي افتقده طبعا، لأن طبعا احنا دلوقتي حاسين بفرق كبير مع الأهلي، إن مفيش حد بيقدر يطلع بالكورة وواقف على رجليه صح زي عبد المنعم. أي نعم في مجهود من ربيعة ومن ياسر إبراهيم، ولكن مش بنفس الكواليتي، لان في الاول وفي الاخر الكوره برضو فيها موهبه، مش كلها برضو هتبقى مجرد اداء قوي وروح عاليه بس، لا، في حاجات تانية بتبقى ملكه موجوده عند كل لاعب. ربنا يحمي محمد عبد المنعم، افضل مدافع في افريقيا، ويبعد عنه شر الاصابات ويتالق دائما.